السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم غنقدم معكم الوصفه ديال لاجينواز. كتنجح من اول تجربه، تبعوا غير الخطوات. وبالنسبه للمقادير غادي نحطهم في صندوق الوصف ان شاء الله. دونك هنا عندنا بيض ديال البيض، كنكونوا ديجا عزلنا الصفر بوحدو والبيض بوحدو. كنبقاو نطربوا فيه حتى كيبدا يطلع لينا بشويه بشويه. كنديروا معاه واحد قريصه د الملحه، واحد شويه د المليحه في الاول. وكنبداو نطربوا فيه مزيان حتى كيطلع لينا واحد شويه بحال هذا الشكل. من بعد كنزيدوا ليه واحد فاني. وبالنسبه للسكر سنيده كنبقى نضيف فيه بشويه بشويه، يعني ما كنلوحوش سنيده كامله في دقه واحده. حنا كنطربوا، حنا كنزيدوا شويه بشويه حتى كيطلع لينا البيض ديال البيض مزيان. هانتوما كما كتشوفوا كنزيد شويه بشويه السكر، يعني ما كنديروش كامل في دقه واحده. وميم ما كنحبش تطرب، يعني انا كنطرب وكنزيد في سنيده حتى يطلع لينا البيض ديال البيض مزيان. وحاولت ما نزربش الفيديو باش تفهموا مزيان الطريقه. سمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو. فوالا هذه هي النتيجه ديالو، ملي كيكون بحال هكا صافي راه صيبو. من بعد كنزيدو الصفر ديال البيض وكنبداو نطربو. وغير طربوهم مزيان، يعني ما تخافوش ان البيض ديال البيض غيطيح ولا شي حاجه، كونوا هانيين. من بعد ما كنخلطوا داك صفار البيض مع بيض ديال البيض، كنزيدوا الدقيق تدريجيا غير بشويه بشويه، وكنبداو نخلطوا غير بشويه، يعني من التحت للفوق. انا تعمدت ما زربش الفيديو باش يبان كل شيء ويكون كل شيء واضح، يعني من التحت للفوق غير بشويه باش ما طيحش لينا لاباري. هانتوما كما الفيديو، راه الطريقه واضحه وباينه. وإلا كاين شي سؤال مرحبا. وهنايا زدت الكاكاو، هذا الكاكاو المر، يعني قبل ما تكملوا الدقيق ديروا الكاكاو قبل، ولا بحال اللي بغيتو. المهم انا كنفضل هاد الطريقه، يعني كندير شويه ديال الدقيق ومن بعد كندير الكاكاو القياس اللي عندي، وعاد كنكمل بالدقيق. ودائما في التحراك من التحت للفوق باش ما طيحش لينا لاباري.
في هذا المقطع هذا غير انا زربت الفيديو شويه باش ما نطولش عليكم. الميرا دائما تحرك بشويه من التحت للفوق. بالنسبه للخليط ديالنا راه في الاخير كيكون ليس، ها نتوما بحال هكا، يعني ما كيبقاوش عندنا كريكبات ديال الطحين ولا الكاكاو. وبالنسبه للمول القياس ديالو هو 16 سنتيمتر. دونك دهنتو بشويه ديال الزبده ودرت البابي كويسون من التحت او بابي كويسون من الفوق، يعني طلعتو شويه على المول باش من طلع لينا لا جينواز تلقى فين طلع. من بعد ما تخويو العجين ديالكم في المول، غتهزوا واحد داك العود ديال الخشب اللي كنديروا به القطبان، وغادي تحركوا غير باش يخرج داك الهواء منها، دوك لي بولدير باش يخرجوا صافي. وكديروها في الفران على درجه 180 درجه. انا كنشعل ليها غير لتحت كطيب وكطلع لينا مزيان، وحتى ديك الساعه نشعل ليها شويه الفوق باش تحمر. وهي من بعد ما طابت لينا كتجي بحال هذا الشكل هذا. من بعد ما كنخرجها من الفران كنخليها تبرد واحد شويه جانبا، وعاد كنديمو ليها. دونك فاسيلمون كتخرج من المول حيت كنكون ديجا دايره البابي، يعني ساهله. صافي كنحيد البابي وكنحطها وكنقطعها داك الساعه، كل واحد يقطعها على حسب العرض اللي بغا. مي كتجي رطبه وكتجي زوينه، يعني جربوها بعينيكم مغمضه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. هانتوما كي كتجي من بعد قطعتها، استسمح الفيديو مشى ليا باش كنت كنقطع. ملي خاف يغلط في السنتيمترات بين كل طبقه وطبقه يعبرها، ماشي مشكل، يشد سنتيم ويعبر ويدير واحد خطيط بالموس باش يعرف فين غادي يقطع. انا قطعت على 5 ديال لي طرونش على ما اظن. وشكرا لكم على المشاهده.